قلب الحدث تقدم لكم حوار مع الفائزين بشخصية شهر إبريل 2013. أعزائي موظفي فندق شيراتون القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الجمعة الموافق 27/11/2015 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع السيد الأستاذ علي بكر السيد علي، ويعمل بقسم كافتيريا العاملين بفندق شيراتون القاهرة، والسيد الأستاذ أحمد عبد العظيم أحمد، ويعمل بقسم المطبخ بفندق شيراتون القاهرة بمناسبة خروجه للمعاش التقاعدي. وقلب الحدث بتكرم الزميل الضاحك باستمرار مهما كانت المنغصات كثيرة. نعم، إنه الله منحه الصفاء والطيبة وحب الناس له، فقد قضينا سنوات طويلة بفندق شيراتون القاهرة ونحن متعاونين ومتحابين، ولا بد أن تأتي لحظة كل منا يذهب حيثما كان بعد أن أدى ما عليه في هذه الحياة. واليوم نكرم الشيف الكبير أحمد عبد العظيم أحمد يوسف، حيث أنه خرج اليوم من المعاش التقانوني والتقاعدي بعد أن أدى عمله بكل شرف وأمانة، واختتم حياته العملية بكل حب واحترام وتقدير جمعته بزملائه وموظف فندق شيراتون القاهرة. نتمنى للشيف أحمد عبد العظيم أبو إبراهيم كما يحلو له أن نناديه حياة سعيدة وجميلة، ونتمنى كل الخير لأسرته وأولاده وأحفاده، ونراه دائما على خير وسلامة، ونجري معه هذا الحوار المختصر. شيف أحمد، كلمنا عن شعورك اليوم وأنت محال للمعاش وتترك عملك للتفرغ لأولادك وأحفادك. شعورك النهاردة؟ أنا شعوري إن أنا سعيد بالأستاذ كامل هابيل وجميع الزملاء باللجنة النقابية، جميع الزملاء والإخوة الزملاء، وأنا سعيد وأسعد السعداء إن أنا وجميع الزملاء بالمطبخ إن أنا سعيد إن أنا خرجت على المعاش وطارق بصمة حلوة للزملاء. طيب أبو إبراهيم، كلمنا عن أسرتك وأولادك وأسمائهم وإدراستهم وعلمهم. أستاذ إبراهيم أحمد عبد العظيم الأستاذ إبراهيم يعمل بالمصرية للاتصالات، ومتجوز ومعاها 2، مريم وأحمد. طيب واللي بعد؟ وشيماء معاها سيف. ومعايا سامح أحمد عبد العظيم، ومعايا سمية أحمد عبد العظيم. ربنا يخليهم لك. كلمة توجهها لمجلة قلب الحدث يا أستاذ أحمد ورئاسة تحريرها والتي قامت بتكريمك. أنا بشكر كل من قام بهذا العمل الجاد كله، وبشكر الأستاذ كامل هابيل وجميع اللجنة النقابية ومجلة قلب الحدث. في نهاية الحوار مع الأستاذ أحمد عبد العظيم الشيف الكبير، نتمنى له وأسرته كل الخير، ولتكن حياته سعيدة يغمرها السلام. وها هي قلب الحدث تكرم الموظفين الذين يختتمون حياتهم العملية لتبقي الذكرى الطيبة في نفوسهم للأبد. يتذكرون مدى حب وتوقير قلب الحدث لهم جميعا، ومدى اهتمامها بالكل دون تمييز ودون طلب شكر أو منة من أحد. إنها تؤدي رسالة لن يعيها إلا أهل الفضل والحب والوئام والسلام. ونكمل حوارنا مع الأستاذ الموقر الأستاذ علي بكري. أستاذ علي، ألف مبروك لتكريم قلب الحدث ليك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودار التنوير والإعلامي، ماذا تقول له لأسف تحريرها؟ والله بشكرهم جميعا، خاصة علي زيم أبو يوسف، الله يبارك له، كامل هابيل، الله يديله الصحة ويبارك فيهم كلهم، وربنا يوفقهم فيما هو صالح للموظفين. وشكرا للنقابة في شرطة القاهرة. كلمة أستاذ علي توجهها للجنة التحكيم الموقرة والتي أنجزت مهمتها بكل حيادية وشافية ونزاهة، واخد بالك، كلمة توجه لجنة التحكيم. أقول لهم متشكرين جدا جدا وربنا يوفقكم. أستاذ علي، لمن تهدي الجائزة؟ أعلى بصوتك. ولمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ أحميها لأحمد عم أحمد، ربنا يوفقك. جائزتك تهديها أنت لمين؟ أنت جائزتك اللي خدتها تهديها لمين؟ هديها لأولادي. طيب والدك ولا حد؟ لا. جاي لأولادك. طيب حبيبي، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم لنعرف مجتمع الفندق بهم. والله أتمنى أن نفتح في أقرب وقت، وأتمنى لأولادي السعادة في كل. مين عندك؟ مين؟ محمد ومحمود، ربنا يبارك لي فيهم. عمرهم اسمه؟ محمد 8 سنين ومحمود 4 سنين. طيب أستاذ علي، علق بالصواب والخطأ على الجمل الآتية. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. صح. أستاذ علي، من عاش بوجهين مات لا وجه له. صح. أستاذ علي، الشجر العاقر لا يرميها أحد بحجر. صح.
وفي نهاية الحوار نتوجه لحضراتكم خالص التحية والتبريكات، ونتمنى كل الخير والتقدم لفندق شرطة القاهرة العظيم إدارة ونقابة موظفين، وأتمنى الفوز لكل موظفي الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظفي الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين. وأؤكد لكم أن كل حقوقكم ومكتسباتكم محفوظة ومصانة، ولن يستطيع أحد أيا كان أن يتعرض لها بالسلب. مع خالص تحياتي وتوقيري كامل هبيل رئيس تحرير قائد الحدث.